أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذا كنز جديد من كنوز سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يرويه لنا اليوم أبو يعلي شداد ابن أوس الصحابي الجليل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الله الله الله. هذا الإمام مسلم يروي هذا الحديث العظيم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب الإحسان على كل شيء. سبحان الله. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يعني لما نقتل كلب عقور أو عقرب أو حية، وهذه كلها ضارة ومصائبها كبيرة، لكن لما نقتلها مش نعذبها، لا نعذبها، لا. إذا قتلتم، ليه؟ قال أهل العلم: من قتل وزغة أو شيء ضار، يعني حية عقرب أي حاجة من حياة الهوام التي تضر، من أول ضربة، يعني قضى عليها في أول ضربة، له 300 حسنة. فإذا قتلها في الضربة الثانية له 200 حسنة. فإن قتلها في الضربة الثالثة له 100 حسنة. يعني كلما اشتد او طال عذابها اثناء القتل، كلما قل ثواب الانسان، وهي ضاره بالانسان ويباح للانسان قتلها. يعني في هوام معينه الاسلام اباح ان نقتلها حتى ولو كنا في الحرم، يعني سيء من دخله كان امنا، الا بعض الهوام التي ذكرها طبعا ذكرت في كتب الفقه وليس هذا وقتها. ان الله كتب الاحسان على كل شيء. الاحسان يوجد في جوارح الانسان كلها. النظرة يجب ان يكون فيها احسان. انظر كده الى ايه؟ الى اليتيم والى الطفل الصغير. يا الله، سبحان الله، من الذي خلق هذا؟ ومن الذي يتولى هذا؟ ومن الذي يرزق هذا؟ ومن كان يرزقه في بطن امه؟ فاذا نظرنا الى الكون كله وجدنا ان الله محسن الينا في صغير الامر وكبيره. خلى حجم الاكسجين في الهواء الجوي خمس حجم الهواء اكسجين. لو صار الاكسجين ربع حجم الهواء الجوي، الجو يشتعل. ولو جعل الاكسجين سدس او ثمن او سبع او عشر الهواء الجوي لاختنقنا جميعا من قلة الاكسجين ومتنا. لكن ربنا ينزل بقدر على من يشاء. سبحان الله. بقدر يعني بحكمة بالغة. حكمة بالغة ان حجم الهواء الاكسجين في الهواء الجوي كذا لتستبقى الحياة. من حكمته ومن احسانه لنا ان جعل العالم المائيات الاسماك تتنفس عن طريق الخياشيم. ولو كانت للاسماك يعني رئة امثالنا لصارت كل سمكة كالحوت الكبير، فتصير كل مياه البحار عبارة عن امواج من اللحم الطري، امواج من الاسماك. تختفي المياه لان كله هيصير ايه؟ احجام. فلا نستفيد لا من ماء ولا من يود ولا من معادن ولا من لؤلؤ ولا، سبحان الله. فتجد ان الانسان سبحان الله لو نظر ورأى ان الاسماك هذه تنفس عن طريق، وجد لها رئتين وتنفست، لكبرت واصبحت كالحيتان الكبيرة من فضل الله. ذلك الخياشيم فيقف نموها عند ايه؟ عند حجم معين، فنستفيد السفن والبواخر والنقل واستخراج الاشياء الكثيرة من البحر وهكذا والانهار. فانظر الى رحمة الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى من احسانه جعل في مسافة بين القمر والارض، مسافة محددة. لو اقترب القمر اللي هو 39,000 ميل هذا او كيلومتر عن الارض،
لو اقترب كيلومتر واحد قرب القمر بيننا وبينه، بين القمر وبين الارض، هذا القرب متحكم في مسألة المد والجزر بتاع البحر، الجزر والمد. فلو اقترب القمر كيلومتر واحد، لا سبحان الله، فاضت المياه المد بتاع البحر اغرق اليابسة كلها. ولو ابتعد القمر كيلومتر واحد لحصل جزر وانحصرت المياه داخل البحار والمحيطات وتوقفت حياتنا. لكن كل شيء يعني لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فنعم الله محيطه بنا جدا، نعم الله محيطه بنا جدا. لو لم يكن لنا 5 أصابع في اصابع القدم كنا نعمل ايه؟ كنا لا نستطيع التوازن، نقع على ظهورنا. لكن من فضل الله خلى هذه الاصابع ال5 يحصل التوازن. سبحان الله، لا اله الا الله. خلى لنا من كرمه هذه الشعيرات الدقيقة في الأنف عشان تمنع الأتربة، وجعل المادة المخاطئة عشان تمنع الميكروبات، وجعل القصبة الهوائية عبارة عن إيه؟ سلسلة حلزونية، قصبة هوائية عشان الهواء. لو كنا في دولة من دول اسكندنافيا في الشتاء 40 تحت الصفر، لو دخل الهواء 40 تحت الصفر داخل الرئتين فجأة يموت الإنسان. لكن هذا التجويف الهوائي أو اللولبي اللي في داخل القصبة يخلي الهواء يصل إلى الرئتين ليتوازن مع حرارة الجسم. ولو عاش انسان زي ما نعيش كده في دول الخليج والحراره تقترب من 50 درجه احيانا، سبحان الله، لو دخلت ال 50 درجه الى جوف الانسان ورئتيه مات فورا. لكن من فضل الله الى ان يصل الى القصر، يصل للرئتين في حاله من الايه؟ من التوازن الحراري، لان الله هو الذي خلق هذا الكون وخلق الانسان وخلق له ما ينفعه ويسر له اموره كلها، سبحان الله، وخلقه في احسن تقويم، لا اله الا الله. وجعل لا اله الا الله الانسان هو المخلوق الوحيد الذي وجهه الى اعلى، ولم يامره ان يكون وجهه الى اسفل الا ركوعا وسجودا له سبحانه وتعالى فقط. لا ننحني لكبير ولا لعظيم. من دخل على عظيم او غني فتضعضع له لغناه او لعظمته ذهب ثلث دينه. فالمؤمن له العزه كما لله ورسوله من قبل. اذا الله كتب الاحسان على كل شيء، فطالما ربنا كتب الاحسان على كل شيء، الرسول جاء يقول فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، لا تعذب الحيوان الذي تريد ان تقتله. ولذلك لما راى هذا الذي اخذ الشاة وذبحها امام قريناتها قال اتريد ان تميتها ميتتين؟ قدها الى الموت قودا جميلا، ياخذها للموت بس كده، سبحان الله. فحتى ان نحن في الذبح لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا نقول بسم الله بس. ليه؟ ليس من الرحمة ان تذبح او ان تذبح، لا، من الرحمة ان تكون شفيقا رقيقا رحيما حتى بالحيوان الاعجم، ولا حتى بالكلب العقور. لان المسلم سبحان الله، الله يعني عاتب نبيا من انبياء احرق قرية من النمل، ممنوع. الذي يحرق بالنار هو الله مش انت. لذلك لما تقتل احسن القتلة، لما تذبح احسن الذبحة. وبعدين القضية ايضا فيها منظور اخر في الاحسان الى الحيوان الذي نذبحه، ولكن ان شاء الله ما هو هذا بعد الفاصل ان شاء الله نكمل حوارنا. ان الله كتب الاحسان على كل شيء. احسنوا الي وعودوا الي مرة اخرى ان شاء الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن مع هذا الحديث العظيم من كنوز السنة المطهرة، حيث يروي لنا شداد بن اوس ابو يعلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة، فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. اكتشفوا اخواننا بتوع الطب البيطري ان الحيوان لما يكون في حالة توتر وهياج عصبي تتناثر البولينة عنده في انسجة اللحم، فيصير لحمه ضارا اذا كان عصبيا متوترا. اما اذا كان هادئ الطباع والسكين يعني حامية للذبح، سبحان الله، محدودة الشفرة سبحان الله عن طريق المسنة هذا، سبحان الله، والذبح في المكان السليم مع التسمية، هنا يصير اللحم يعني غذاء وليس داء. لكن لو ذبحناه وهي من غير ان تكون مستريحة، وذبحناها بسكين ليست حادة، ولم نرح الذبيحة وكانت في حالة هياج، سبحان الله، عندئذ للأسف الشديد يصير هذا اللحم ضارا لابن آدم، سبحان الله. هكذا الإنسان
اذا يعني يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قتلتم فاحسنوا القتله. ده القتل ايه؟ الحيوانات. اما الذين يتجرؤون ويقتلون عباد الله ايا كانوا، مسلمين غير مسلمين، صغار كبار، مؤمنين كفار، رجال نساء، يعني اي، سبحان الله، هذه كارثه كبرى. إراقة الدم على الأرض هذه كارثة. والمجتمعات الآمنة، المجتمعات المطمئنة، المجتمعات التقدمية العظيمة هي المجتمعات التي توصل بربها أولا، فينضبط فيها طبع الإيمان وطبيعة الإيمان في ألا يسيء أحد إلى أحد. فإذا قتلت فأحسنوا القتلة. والله في يا أخوانا نوع من القتل اسمه القتل المعنوي. في ناس تقتل الإنسانية عند ناس قهرا وكبتا وضغطا وظلما. لما أشهر بالناس في وسائل الإعلام وأؤذي الناس وأكشف عوراتهم وأفضح أسرارهم، والله يعني هذا نوع من القتل المعنوي. لما رجل ينكد على زوجته 30-40 سنة وبعد ما كانت سليمة الحواس أصبح سبحان الله الضغط والسكري والنقرس وهشاشة العظام والتوتر العصبي، وأصبح عندها مرض كذا نتيجة إيه؟ يعني سبحان الله. والعكس، أحيانا بعض الزوجات تشيب زوجها قبل المشيب وتوصله القبر قبل أن يصل، لأنه عايش في قبر. يشعر أنه لما يخرج من البيت كأنه تحرر من العبودية، ولما يجي البيت كأنه معتقل أشر اعتقال. نحن لا نريد هذه البيوت الآيلة للسقوط أو التي تسمى بيتا ولكن هي كبيت العنكبوت، لأن العنكبوت في ركن البيت عامل له إيه؟ نسجه، ويعت هو وزوجته سبحان أو أليفته يظن أنه في بيت. البيت ده والسكن يستر ما في داخله، هو يظن هذا، لكن هو احنا نراه من خارج هذا البيت ومن داخله شايفينه. فهو في بيوت كده اللي هي بتخرج اسرار بيوتهم بره، سواء الزوجه مع صويحباتها وامها واخواتها، وهو مع اقاربه ومع اصدقائه في العمل ومع امه وابيه، طلع اسرار بيت بره، وهذه خيانه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعدين انثى العنكبوت بعد ما خلاص يتم موضوع التزاوج بينهم تقتله وتقطعه إربا. هذا نوع ايضا من القتل. في بعض من الزوجات تقطع زوجها، تقطع عرضه، تقطع امانه، تقطع امواله، تقطع حياته، تشعره بالنكد والهم باستمرار. او العكس، نفس القضيه، يكون زوج متسلط متكبر لا يقبل النصيحه، بخيل، رائحته صعبه، لا يجلس هكذا الا يعني يثير الفوضى من حوله ويثير النكد في من حوله. في نوعيات بهذا الشكل. اذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. يعني وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى لما هو الرحمن الرحيم رزقنا ايضا كمسلمين، او يجب ان نكون كمسلمين عندنا الرحمه بالناس والرحمه بالمخلوقات. لقد اشتكى جمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من صاحب هذا البعير؟ قال: شاب من الانصار. انا يا رسول الله. قال: انه يشكوني او يشكو الي انك تحمله فوق طاقته وتجيعه. سبحان الله. فاتقوا الله في البهائم العجماوات، هكذا اوصانا صلى الله عليه وسلم. يعني اتقوا الله في البهائم التي لا تنطق ولا تتكلم ولا تشكو. واذا كنا قادرين عليه فالله اقدر علينا منه، منا على هذه الدواب. فنجب نتقي الله رب العالمين في ان نحسن والى يعني كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها، لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض. وهذا الرجل الذي اسرف على نفسه لما كان يوم حر ونزل فشرب من البئر وصعد فوجد كلبا يلهث من العطش، قال: ان هذا الكلب وصل به من العطش ما بلغ بي، فنزل فاخذ نعله فملأه ماء ثم امسكه بفيه ثم صعد وسقى للكلب فغفر الله له. يا الله، شوف، سقى الكلب، دخل الجنه، وامرأة حبست الهرة. سبحان الله. فانظر الى ماذا يصنع بعضنا ببعض. فاذا كان هذا هو الايه، هو المنطق. لما راى النبي صلى الله عليه وسلم قبورة تحوم حول الصحابة، طائر صغير عصفورة كده، قال: من فجع هذه بوليدتها؟ قالوا: نحن يا رسول الله، اخذنا افراخها من تحتها. قال: اتقوا الله، من لا يرحم لا يرحم، اعيدوا اليها افراخها. اذا هذه الرحمة المتمثلة في التعامل مع
الكائنات والتعامل مع المخلوقات الأضعف منا ونحن أقدر عليها منها علينا. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يعني ينتشر الفساد في الأرض، تبدأ هذه الطيور نفسها الضعيفة تكون وسيلة لهلاكنا. هذه مش عارف انفلونزا الطيور وانفلونزا مش عارف الايه، والله اعلم هيطلع دلوقتي في كحة السمك، والله اعلم، والعطس بتاع الحيتان الله اعلم، ممكن تطلع امراض عجيبة منين؟ لان احنا من اعمالنا. قال صلى الله عليه وسلم يعني وانتشرت فيهم امراض لم تكن في سابقيهم. عمرنا ما سمعنا عند ولد نازل بكلية واحدة ومش عارف واحد نازل مش عارف بمرض ايه، والبنت مولودة بمرض كذا من البداية. لماذا؟ لأننا ما أخرجنا زكاة أموالنا، ما تصدقنا، ما اتقينا رب العباد، ما طبقنا السنة، ما وقفنا عند كتاب الله وعند كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ليه؟ لأن هذا هو الإنسان اللي الإحسان في دمه، الإحسان داخله. ونحن رأينا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محسنا إلى كل شيء في هذا الكون، فيجب أن نتأسى به لأنه أسوتنا وقدوتنا في هذه الكنوز العظيمة من السنة. ولكن للحديث بقية إن شاء الله، كونوا معنا بعد الفاصل بإذن الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الإحسان أن تحسن إلى كل العالمين، ليس للإنسان فقط. فلقد كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم ونحن مع كنوز السنة محسنا إلى الكون كله، حتى إلى الشجر وإلى الحجر وإلى الجمادات، حيث جذع النخلة الذي حن إليه، وكان محسنا إلى الأقرب إليه والأبعد والبعيد عنه. هكذا يجب أن نكون محسنين، حتى أمرنا ونبهنا إذا قتلنا فلنحسن القتلة، وإذا ذبحنا فلنحسن الذبحة، لأن الله سبحانه كتب الإحسان على كل شيء. اللهم اجعلني وإياكم من المحسنين الذين أحسنوا لهم الزيادة عند الله عز وجل. الرحمة موجودة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيام الحرب العالمية الثانية كان انسحب رمل الثعلب الصحراء الألماني من منطقة العلمين اللي كانت غرب الإسكندرية، يعني ما بين ليبيا ومصر. ودائما لما الجيوش تنسحب تزرع حقل ألغام كي تبطئ وصول العدو الذي سوف يحتل الأرض بعدهم بالألغام. فزرع الأرض ألغام ثم سار في حال شديد. جاء مونتجومري الرجل البريطاني، و في الاستراتيجيات العسكرية تسير الجيوش قطعان من الماشية عزكم الله في حقول الألغام، تنفجر فيها الألغام ويدخل الجيش آمنا إلى الأرض التي سوف يحتلها. ماذا صنع مونتجومري؟ مونتجومري هذا الرجل الذي يدعي الحرية والإخاء والمساواة والشعارات البراقة الجوفاء هذه، جاء بفيلق من الجنود الهنود 4000 جندي، وسيره في حقل وحقول الألغام تلك دون أن يعلمهم، وانفجرت الألغام في الفيلق الهندي. وأرسل إلى حكومة الملكة في بريطانيا يقول إن يهنئهم، يعني أن الجيش أو الفيلق الهندي فني عن بكرة أبيه ولم يصب من جنود حكومة الملكة إلا 4. هل هذا إحسان؟ هل هذه قيم؟ بدلا من أن تنفجر الألغام في قطعان ماشية تنفجر في قطعان بشر، إذا جاز التعبير معذرة يعني، أو أنت تظن أن هؤلاء قطعان. ولقد كرمنا بني آدم، لم يقل رب العباد ولقد كرمنا المسلمين، لا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
سبحان الله. وحتى الشيطان نفسه حقد علينا، قال هذا الذي كرمت عليه هو ده المكرم؟ الله يكرم الانسان وانت تصنع معه هذا. اللي دخل منكم متحف اللوفر سوف يجد لوحه للعسكري البريطاني في الثلاثينات او الاربعينات، وهو يجعل المسكين الهندي المنبوذ ينحني راكعا، وهو يضع رجله وقدمه وحذاءه فوق ظهر الهندي ليعتدي الجندي الاوروبي هذا صهوة جواد، لانه يشعر انه هو من طبقة النبلاء واصحاب الدم الازرق والاخضر والاصفر، ولكن هذا من السوقة والدهماء ومن العبيد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ولا أبيض على أحمر. سبحان الله. هكذا يعني عمر يقول عن بلال رضي الله عنه أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. الله، أبو بكر ده سيدنا وتاج راسنا، سبحان الله، سيدنا وأعتق سيدنا، أعتق بلال، وعمر يعتبر أن بلال سيد له. الله أكبر. ليه؟ لأن الإسلام رفع الناس، أكبر أو عظم الإنسانية، جعل الإنسانية تأخذ مكانها الطبيعي. هكذا كان أو هكذا أصبح الإسلام في عالم الدنيا. لكن نحن عندما أعطينا ولينا ظهورنا الإسلام ضعنا وأضعنا. نحن أمة لا تصح إلا رسالة. فالإنسان سبحان الله يعلم أن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسن قتلة، إذا ذبحتم فأحسن الذبحة، ويحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحة. الإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ووضحها وبينها، وجعل حياتنا إذا طبقناها حياة كلها سعادة، كلها أنس، كلها استئناس. لأن الإسلام هو تسليم الأمر لله. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. سبحان الله. فالإنسان سبحان الله في الإسلام يرى أن من ضمن في الفقه الإسلامي إذا دخلت إلى بيت المسلم هرة عمياء، هرة عمياء لا ترى، وجب على هذا البيت أن يكرم هذه الهرة طعاما وشرابا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. انظر إلى حق الهرة العمياء الضالة التي دخلت إلى بيتنا. احنا واجب علينا ان احنا نراعيها ونطعمها ونسقيها ونعالجها حتى يعني تبلغ مأمنها او تعود الى اصحابها او يجعل الله لها سبيلا بموت او غيره. فانظر الى رحمة الله ورحمة البيت المسلم بالهرة. سبحان الله. فالرحمات دي والاحسان هذا لا يكون الا عند قواعد الاسلام. فان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاحنا مكلفين بهذا الاحسان، مكلفين ان نكون من المحسنين، مكلفين ان نحسن الى الاخر. واذا احسنا احسن الله الينا. والله يعني كما قال قوم قارون لقارون احسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض. يعني انت ان لم تحسن هتبقى من البغاة، من اهل البغي والتعدي على الاخرين. لماذا؟ لانك حرمت ومنعت الزكاة عنهم ومنعت حقهم من المال، وهذا هو حقهم الذي يجب ان ياخذوه منك. هكذا ان الله كتب الاحسان على احسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض. ان الله لا يحب المفسدين. كيف يحب الله مفسدا؟ الانسان يغير، ملعون من غير معالم الارض. يعني بهذا المنطق نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تقتل الدابة صبرا، يعني يعتبرها غرض الايه، لانه ينشن عليها ويصوب ناحيه. لا، ممنوع هذا الكلام. ياتي العصفور الصغير يوم القيامه يعج الى الله بالدعاء، يسمعه كل اهل المحشر، يقول يا رب خذ حقي من فلان انه قتلني دون جريره، قتلني من غير لا عايز ياكل ولا يشرب ولا يعمل ولا يسوي، ولكن قتلني هكذا. كانوا يستصغروا، اشعروا بانه يعني لا قيمه له. لا، نحن نريد ان يجعل الاحسان في تعاملاتنا، في الفاظنا، في معاملاتنا الصغيره والكبيره، في معامله الرئيس المرؤوس والحاكم للمحكوم والزميل لزميله والجار لجاره والزوج لزوجته والابن لابيه والاقارب بعضهم مع بعض. لكن ان نحول الدنيا الان من كثر سيئاتنا ومن كثرتها، يقول لا يا سيدنا الشيخ ده الاقارب ده كانوا زمان، الان يا مولانا هو كده. بعض الناس يقولون الاقارب عقارب والاخ فخ والخال وبال والعم غم. يا الله، اين نحن نعيش؟
معقول هذا الكلام؟ هل صرنا في عالم الغاب مرة أخرى يفترس القوي الضعيف ويفتك الكبير بالصغير؟ لا والله، نحن مسلمين، أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخذ الدواب كراسي. يعني رأى 2 من الصحابة جالسين على دواب يتكلموا في السوق، هم قابلوا بعض، فده راكب دابة وده راكب دابة، هو يدردشوا مع بعض. نهى وقال: لا تتخذوا الدواب كراسي، إنما خلقها لنا ربنا لتنقلنا إلى بلد لم نكن بالغيه إلا بشق الأنفس. كان عمر بن عبد العزيز عامل تفتيش في سوق دمشق على إيه؟ فجأة يلاقوا الناس اللي هم ماسكين الأحصنة أو عزكم الله البغال أو الدواب وحاطين لجام من حديد في فمه عشان يجر البضاعة، يزنوا هذه اللجامات أو الألجمة. اللجام ده يوزنه الحديد عشان يشوف لو وزنه زيادة عن ما قررته الدولة يعاقب ويعذر صاحب هذه الدابة. يا الله! فاحنا عايزين نعيد هذه الصياغة وهذا الإحسان وهذا الخلق وهذا الإسلام العظيم إلى حياتنا مرة أخرى حتى يسعد الجميع. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسوا من صالح دعائكم، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.